السلام عليكم ورحمة الله يا أغلى وأحلى متتبعين. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عباشركم بروكا ندخل عليكم رمضان بالصحة والتيسير والسلامة وباش ما تمنيتو. اليوم غنوجد معكم إن شاء الله السفوف أو السلو. غنوجدو معكم بطريقتي ساهل ما فيهش تعقيدات بزاف، وغنشارك معكم جميع التفاصيل إن شاء الله. قبل ما ندوزو للمقادير والعبر اللي استعملت انا، غنشارك معكم هاد الطريقه اللي ضروريه بالنسبه للطحين. انا استعملت الدقيق الكامل، يعني حيت له النخاله ديالو وخليته هو. من بعد حمصته حمرته يعني في الكوكوط. كاين اللي كيحمروا في الفران، انا حمرته في كوكوط. هذيك الطريقه كتجي سهله، يعني كيتحمر كامل وما كيتحرقش. وبالنسبه للنخاله ديالو حتى هي حمرتها، كتحمصها غير واحد شويه حيتاش هي اصلا دغيا كتحمر، دغيا تقدر تحرق. حمرتها غير واحد شويه، من بعد غنطحنها غنستعملها مع السفوف حتى هي. وهنا عندي اللوز اللي غنزين به، سبق لي سلقته من قبل ودابا خليته حتى كيبرد وكنحيد له القشره ديالو. هذيك القشره حتى هي غنستعملها في السلو. ندخلها للفران تحمر واحد شويه، من بعد نطحنها. ملي نطحنها حتى هي غنستعملها في السلو، يعني حتى هي فيها الفوائد ديالها وحتى هي فيها القيمه الغذائيه ديالها. ودابا غندوز معكم المقادير. بالنسبه للمقادير انا استعملت كيلو ديال الزنجلان او السمسم. عندي نص غنطحنو مع السلو، والنص غنخليه نهرمشو ونضيفو في الاخير. بالنسبه للعبر كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا كيلو ديال السلو او جوج او لا نص كيلو، المهم كيبقى لكم الاختيار. انا بالنسبه للوز درت نص كيلو. نص كيلو يعني نقسمو على جوج. نص غادي نطحنوه مع سلو، والنص غنخليه حتى هو نهرمشو في الاخر. بالنسبه للزنجلان سبق لي غسلته، من بعد شمشته عاد نقيته. يعني واخا كتشريو هذاك اللي كيكون منقي وزايد في الثمن واحد شويه، ولكن حتى هو كيكون فيه التراب، ضروري خصو يتغسل خصو يتشمش ويتنقى. من بعد عاد كتحمرو. انا حمرته في الكوكوط بحال الدقيق، يعني هذيك الطريقه كتجي احسن من الفران. وبالنسبه للوز جبته من الاحسن تمسحوه بشي دره، حيت كيكون عامر بالتراب، ضروري خصو يتمسح. ودهنته بشويه ديال الزيت بلديه ودخلته الفران يتحمر. نفس الطريقه درت الكاوكاو، يعني حتى هو دهنته بشويه ديال الزيت بلديه ودخلته يتحمر. زدت عليهم هنا عندي 2 معالق ديال النافع، حتى هو حمرته ونقيته. 2 معالق ديال حبه حلاوه حتى هي منقيه ومحمره، يعني مصهدين واحد شويه، هما دغيا كيدخلوا من الطياب. زدت عليهم 2 معالق ديال القرفه اللي يعني مطحونه على اليد، ماشي قديمه، كتكون باقا جديده. ومن بعد زدت عليهم هذوك القشور ديال اللوز اللي حمرتهم وطحنتهم حتى هما استعملتهم. زدت عليهم النخاله اللي حيت من الدقيق ديال الزرع. من بعد ما حمرتها في الفران طحنتها حتى هي وزدت عليهم. وزدت هنايا عندي كاس ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي انا يعني استعملت السكر سنيدة، طحنته ودرت معاه واحد 5 الحبيبات ديال المسكه الحره. من بعد طحنته في مولينكس واستعملته. وزدت شويه ديال الملحه حتى هي. عندي هنا الدقيق الكامل اللي قلت لكم حيت النخاله ديالو. من بعد حمرته. بالنسبه للسلو يمكنكم تطحنوه في الدار اولا ديوه من عند اي عشاب تسخرتو من عنده، ولا هو اللي يطحن لكم. وكتطحنوه حتى يعني الدرجه اللي بغيتو نتوما، بغيتوه معلق ولا بغيتوه كيتفرتت. كل واحد وكيف كيبغيه. انا بغيتو هيدا معلق حيتاش ما خصني نزيد معاه لا زيت لا زبده لا حتى حاجه. وهذا هو السلو. من بعد ما طحنته تتحصلت على هذا القوام هذا. كما كتشوفوا كيتجمع بوحدو، يعني ما كيحتاج الزيت ولا الزبده. صافي داك اللوز والكاوكاو هما كيطلقوا الزيت ديالهم، على داكشي كيجي مزيت. هنا نحيد واحد الكميه نحتاجها. من بعد غنزيد عليها هذاك، يعني من بعد غنزيد على سلو هذاك اللوز اللي هرمشتو والزنجلان. يمكن لكم تخليو حتى الكاوكاو مهرمش، انا خليت غير الزنجلان واللوز.
صافي من بعد كنحاول ندخل هذاك اللوز والزنجلان مع السلو. قد ما نتوما كتخلطوه بيدكم وكتعركوه ما بين يديكم، هو كيزيد كيطلق الزيت ديالو وكيتطلق اكثر. وبالنسبه للطريقه سهله، يمكن اي مبتدئات تعملوا الطريقه هذه، كتجيني انا سهله وكتجيني مفضله. بالنسبه للحلاوه انا درت فيها كاس ديال السكر كلاصي، يمكن لكم ديروا كتر، مثلا ديروا بلاص ما ديروا كاس ديروا زلافه يعني ديال السكر كلاصي. بالنسبه للحلاوه كتبقى اختياريه، انا ما كيعجبنيش حلو بزاف، درت غير كاس يعني كاس ديال السكر. صافي نستمر بهذه الطريقه، كنبقى ندلكو بيدي حتى كنحس به صافي تخلط، من بعد كنحبس. هنا عييت بواحد اليد، من بعد بدلت اليد اخر. خصو الكتاب ضروري، خصو كل واحد صحيح. صافي ساليته، من بعد شكلته على هذا التشكيل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كتزينوه بداك الشيء اللي بغيتو، الطريقه اللي بغيتو نتوما. انا زينته بهذه الطريقه، من بعد بدلت طريقه واحده اخرى عاوتاني زينته بها. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، حيتاش تستحق التجربه وكيجي بنين، واخا تكون اول مره كتصايب سلو غيطلع لك زوين. وهذا الشكل الثاني عاوتاني زينته على الطريقه هذه. المهم كتبقى كتفنن كل مره كيفاش كتزينو. انا درته بهذيك الطريقه في الاول، من بعد عاوتاني بغيت نبدل ودرته بهذه الطريقه هذه. صراحه كيجي رائع وكيجي معلك. المهم تجربوا الوصفه عاد حكموا، كيجي بنين. واخا كما قلت لكم، واخا تكون اول مره كتصايب سلو ولا عمرك ما صايبتي سلو، غتصايبوا بهذه الطريقه ان شاء الله يطلع لك مزيان. وهنا نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا الوصفه وتجيو تخليوا لي تعليق وتقولوا لي كيفاش جاكم. اذا كنتي استفدتي من هذا الفيديو ولو غير شويه، ما تنساش تخلي لي لايك. نتلاقاو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.